بالأمس عرفنا الصيام لغة وشرعا، وقلنا إن الصيام درجات. في صيام العوام، أنا وأنت وبقية الناس، هنسحروا ونبيتوا النية قبل الفجر، يأذن المغرب نفطروا، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى. في صيام أرقى، صيام الخواص، دول بقى أهل الفقه، عارفين إنه العين هتصوم والأذن هتصوم واللسان هيصوم والعقل هيصوم واليد هتصوم والقدم هتصوم والفرج هيصوم، كل شيء فيك يصوم. في صيام أعلى وأعلى، وده صيام أهل المحبة، العارفون، الأولياء، دول عندهم مرحلة الصيام مرورا بالمرحلة الأولى والمرحلة الثانية، هم وصلوا إلى صيام القلوب، ودي مسألة عايزة نمط معين وعايزة إحساس معين وعايزة فقه واسع، مش سهل يعني، لكن كله مقبول، كله كويس، ومن سار على الدرب وصل. المهم القبول عند الله. ففي عندنا الصيام، احنا في صيام مفروض وفيه صيام واجب مع اختلاف الأئمة، والواجب أقل من الفرض. وفيه صيام مسنون، السنة اللي وضحت لنا الكلام ده، يقول لك ده الصيام ده سنة، أيوه. وفيه صيام مكروه، والكراهة عندي أنا نوعين، في كراهة تنزيهية وفي كراهة تحريمية، لكن ناس كتير تخلط بين التنزيهية والتحريمية. وفي الصيام الأخير ده صيام محرم، حرام، اللي يصيم فيه ياخد وزر ما ياخدش أجر. طيب، الصيام مفروض، الصيام واجب، الصيام مسنون، الصيام مكروه، الصيام محرم، 5 درجات. أيوه، الصيام المفروض ما افترضه الله علينا، شهر رمضان ده الفرض. الرجل الأعرابي جاي قال يا رسول الله، يعني شعب الإسلام كثيرة واختلط عليه الأمر، وأنا راجل ماليش في أي حاجة وما نعرفش أي حاجة، عايزك تفهمني واحدة واحدة إيه اللي طلب ربنا مني علشان نبقى مسلم. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال وأن تقيم الصلاة. قال كالدياء. قال ربنا افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليل، الصبح 2 الظهر 4 العصر 4 المغرب 3 العشاء 4. قال له بس 5 فرائض في اليوم والليل. قال في حالة ثانية غيرها؟ قال ايوه، ان حبيت تتطوع. ده في سنن رواتب وفي سنن قبلية وفي سنن بعدية وفي سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة. قال لا، انا كفايه قلت عليهم انت الاولانيين دول، انا معيش توهان، انا ما نعرفش نجيب غير اللي قلت عليهم. انت قلت ربنا اللي فرض 5، انا موافق على 5 وهنجيبه. قال كويس. في حالة ثانية غير الصلاة؟ قال لي وفي الزكاة. قال لي زكاة ايه؟ قال له في زكاة مال وفي زكاة ماشية، في زكاة زروع، في زكاة ركاز. عمليه واسع. قال لنا عيش حدا بدل. قال خلاص طلعنا من الركن ده. قال الحمد لله. في حالة ثانية غير دولة، الصلاة ولا بعد الشهادة والزكاة؟ قال له في صوم رمضان. قال لي يعني ربنا فرض علي ايه؟ قال له تصيم شهر رمضان. قال له نصيم شهر رمضان بس؟ قال له بس. في حاجة ثانية؟ قال لي ايوه، الصيام كتير بس اللي شد حيلي. قال لا انا ماليش صالح بالكتير، اللي افترض ربنا عليه ايه؟ قال لي رمضان شهر
قال له مش هي كل سنة مرة؟ قال له أيوه. قال له أنا موافق، نسيمه في السنة الشهر، ماليش صالح بالزيادات. قال له تمام كويس. لاحظ معي إنه سيدنا النبي بيعامل الناس على قدر عقولهم. لاحظ إن سيدنا النبي بيراهن إنه هو عند مريض له هتيجي في الخط هتلذ له العبادة وهيجيب الفرائض، والفرائض هتشجع السنن، والسنن الدر الحاجات الحلوة اللي وراها النوافل، هيلاقي نفسه دخل. لكن نيجي نقفل عليه الباب من الأول ونشددوا عليه ويا دي يا له، لا، ما لا يدرك كله لا يترك كله. أنت شجع الناس. واحد ما صلاش لي 60 سنة، يا عم الشيخ هداني ربنا والله وحضرت معكم الخطبة الجمعة دي وتأثرت خالص ولقيت نفسي مقصر، وأنا لقيت عايز نتوكل على الله ونصلي، شايل هم اللي فات. إيه الحل اللي لقيته؟ لو جيت لقيت ربنا قبلني ولا يقول لي سدد الأول، نقول له صلي. يعني ندخل على طول توكل على الله وانسى اللي فات. نستنوا الأسبوع 10 أيام لغاية ما يسلك ونقول له فيه دين قديم عليك. طب ما أنا قلت لك من الأول، طب بس استنى بس، ما أنت ماشي كويس. إحنا مش بدينا، اللي ابتدى يكمل. أيوة إحنا نعمل إيه في القديم؟ أنا كل ما تملك فرصة تيجي الجامع صلي لك فرض من القديم. افتكرت ظهر صلي لك ظهر، افتكرت عصر صلي عصر، افتكرت مغرب صلي مغرب، افتكرت عشاء هات لك عشاء. يعني نجيب واحد مثلا زين، واحد شوي نقول له هات مع كل ظهر ظهر، هات مع كل عصر عصر، هات مع المغرب مغرب، هات مع العشاء عشاء، وتقول يا رب أنا نويت نسدد اللي فات، نويت نسدد اللي فات. يا رب تقعد أسبوع وتموت، أجرك وقع على الله. ربنا يقول توافرت لديه النية وشرع في السداد، لكن المنية عجلته، فأنا حسابه عندي وقد عفوت عنه. وتبقى تسوي معك الحدوته. شوف احنا ماشيين معاه ازاي. هو مبدأ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يتلقاك، يشجعك، ياخذك على هواك، اللي تقدر عليه ماشي، وما حقتلكش الامور، لان الدنيوس هو اللي بيحاسب على الصلاه وغير الصلاه، مش هو ربنا. هو ربنا عايز حد يتركع له ويتسجد له ويتحيه. مين قال؟ ده لصالحنا احنا. افرض ما صليناش كلنا لله، ايه اللي هيحصل يعني؟ ايه الضرر اللي وقع على ربنا؟ افرض صلينا كلنا وبقينا على اتقى قلب رجل واحد، ايه الفايده عند ربنا؟ ايه اللي هيعوز ربنا مننا؟ لا، الله اغنى الاغنياء. ده احنا بنعمله لصالحنا احنا. انت بتصيف في عبك انت، في مقطفك انت، عشان يوم القيامه انت تنافس الناس. انت طمعان توصل درجه عاليه. طب الدرجه اللي توصلها بيه بالاماني، بالكسل، بالاقعاد؟ لا. بالدعوات؟ لا. عايزين عمل. العمل هو اللي بلغك. ليس بيننا وبين الله من نسب الا العمل. فينا حد احنا ولد ربنا؟ ربنا ليه عيال؟ في مرة متجوزها ربنا؟ ليه صاحبة؟ ليه شريكة؟ لا. ليه أسرة؟ لا. طب إيه صلة العباد بربهم؟ العباد بس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. دي القاعدة. سيدنا عبد الله بن عباس قال لك إلا ليعبدون، يعني يعرفوني، يوحدوني، يمجدوني، يطيعوني. الطاعة إيه هي؟ أن يجدك الله حيث أمرك. قال لك وأقم الصلاة لذكري، لقيك تصلي. وآتى المال على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، لقيك هتزكي وتتصدق وتتبرع وتتطوع كده. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لقيك هتحج طالما عندك القدرة، لقيك هتعتمر طالما عندك الفرصة، يلاقيك هتصيم، يلاقيك هتصلي، يلاقيك هتذكر. ليس هناك نسب بين العباد والمعبود إلا العمل. ولذلك قال ايه؟ قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بالمنافسة. فأروا الله من أنفسكم خيرا. الباب مفتوح والسباق محتدم، وشمر عن سواعدك وتوكل على الله يقضي المصلحة عشان توصل للدرجة اللي انت عايزها. انما بالاماني، بحسن الظن بس،
ربك رب قلوب وكلمتين نقولوهم خلاص؟ لا. الصحابة في أول الإسلام قالوا إيه؟ قالوا ربنا إنك ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يرجعوا تاني قالوا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. عد معايا ربنا تاني وحدة أهي. بعد كده قالوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنوا. الرابعة ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا. الخامسة ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. كم مرة يقولوا ربنا 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 ربنا؟ 5 مرات يدعون ويرجون ويلحون في الدعاء. ربنا رد عليهم قال لهم ايه؟ فاستجاب لهم ربهم. قالوا يا سلام الحمد لله اللي ربنا اجابنا. ايوه ردك ده هو ان شاء الله خير. طب خذ الاخر. فاستجاب لهم ربهم ايوه اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض. العمليه مش بالدعوات، العمليه مش بالاماني والأمنيات، لا، ولا بالرجوات، لا، العملية عايزة عمل. شوف فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. يبقى الدرب كله على العمل. قضية عمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. لو ما كانتش قضية عمل سيدنا النبي يتعب ليه؟ يقوم الليل كله ليه؟ يتعب ورجليه تورم ليه؟ يقاسي ويعاني ويجالد ويجاهد ويتحمل الترهات ويتحمل البذاءات ويتحمل الإساءات والسب والشتم والتكذيب واللعن. ليه؟ ما هو ده دين. الدين لا يقبل وساطة. الدين لا يعترف بالمحسوبية. لا، الدين عايز عمل. بلال عبد حبشي يتساوى في ميزان الله مع أبي بكر، مع أن أبو بكر هو اللي اشتراه وأعطاه. لكن في الإسلام الناس سواسية كأسنان المشط. فيش حكاية إن ده يعايم على دلاية ولا مش عارف إيه الكلام. دي أفلام الناس بتخترعها. الناس جميعا لآدم وحواء. اللي مش أبوه آدم من حقه يفتري. إيه رأيك؟ من حقه يشوف نفسه أحسن من الناس كله. دي مسميات اخترعها البشر وأسسها الاستعمار زمان. يجرب حاشية تخدمه يزكيها ويلمعها ويخليها فوق الناس. ليه يا عم؟ ليه يا عم؟ الناس في الأصل أبوهم آدم وأمهم حواء. هي القضية كده. أنت عايز تبرز، عايز تنجح بتقربك إلى الله بعملك. أنت سمعت إن فيه ولي من أولياء الله اعتمد في الولاية على الإرث، على الميراث، على الحسب، على النسب؟ لا فيش الكلام ده. لا، من جد وجد. ولا قال من هدم وجد. لا، من جد وجد. ومن زرع حصد. ولذلك قالوا إن المؤمن يرى ذنوبه كجبل فوق رأسه، خايف مرعوب. ذنوبي ثقيلة، ذنوبي كثيرة، ممكن تضربك عليه تضيعني، استر يا رب. إنما الكافر يرى ذنوبه كذباب جاءه فهش نش، خلاص مش فارقة معاه. وشيء عجيب أن المؤمن يزرع. المؤمن يزرع ويخشى الفساد. يقول لك أنا والله زرعت، أنا والله رميت البذر، أنا والله سعيت، أنا يا رب عملت، أنا جاهدت، أنا تعبت، أنا عملت اللي علي. ده المؤمن. المؤمن يزرع ويخشى الفساد. طب المنافق؟ المنافق يقلع
ويرجو الحصاد. طب إيه اللي زرعته؟ يقلع ويرجو الحصاد. طب أنت بقيت حاجة تحصدها؟ طب يجي لك محصول من الهواء؟ ده الفرق. فليس بين الله وبين عباده من نسب إلا العمل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك عندنا العارفين وأسيادنا من أهل الله يقول لك الخراج بتاع السبح، الخواص بتاع العلايق والقفر. ايه ده؟ الحافي ده بشر الحافي ده واحد من أسيادنا الكبار، كان أمير في البصرة، كان أمير في البصرة، كان ساكن في قصر، وتيجي الناس تاكل وتشرب وتسكر وترقص وتهلس وتعمل اللي نفسها فيه، إلى أن مر علي زين العابدين فلقي الكاس والطاس والطبل والاختلاط والدنيا هيصة. ففي بيت جارية بتلم بقايا الحاجات وتلقيها برا في الزبالة. أثناء مرور سيدنا الإمام علي هي طالعة، فقال لها بيت من هذا؟ قلت له ده بيت بشر. قال له وما يكون بشر هذا؟ قلت له ده سيد من السادات وأمير من الأمراء. قال أعبد؟ قلت له عبد إيه؟ نقول لك أمير تقول عبد؟ ده أمير كبير وله وضعه وقيمة وسيمة وكلام من ده يعني. قال فعلا لو كان عبدا لخشي سيده. راح ماشي. البنت في الوقفة دي استغرقت لها دقيقتين ثلاثة، فلما دخلت انتبه إليها سيدها بشر ونادى عليه إيه اللي أخرك؟ قلت له فيه راجل برا يقول لي قال قصر مين وبتاع إيه. في الآخر قال لي هو عبد أم حر؟ قلت له لا ده حر ومن أحرار. قال وماذا قال لك؟ قال لي لو كان عبد لاحترم نفسه واتقى ربه وانصرف. قال أين اتجه؟ قالت إلى اليمين، نزل إلى الزروع والمروج، فطلع يجري سيدنا بشر لغاية ما التقى يا سيدي يا سيدي، فالتفت إليه عينيه زين العباد. قال نعم. قال أنا بشر. قال أنت صاحب القصر والطاس والكاس والرقص والألس؟ قال هم ضيوفي وأنا أستقبلهم وهذه عادتي. قال أنت حر أم عابد؟ قال كلنا لله عبيد، كلنا لله عبيد. قال لا، ليس هكذا يفعل العبد. العبد يخشى مولاه وأنت تعلن الحرب على سيدك ومولاك. قال يا سيدي المطلوب مني أنا نعمل إيه؟ قال توب وأقلع عما أنت فيه، فإن مردك غدا إلى الله، سيوقفك سيسألك سيحاسبك. قال لن أعود إلى القصر ولن أعود إلى من هناك، تركت كل شيء يا سيدي حتى الحذاء. وترك حذاءه وانطلق مسرعا إلى البرية إلى الصحراء. ولذلك سمي بشر الحافي. هو ما كانش لاقي يشتري حذاء، ده أمير في البصره قصوره ملك للمالك، لكن هو خلاص زهد في الدنيا، تأثر بكلمات ابن بنت رسول الله، الكلمات صادفت قلب منشرح، خلاص. ما إن لم تخاف من الله فمن أولى بالمخافة؟ إن لم تخشى الله يعني من تخشى؟ السيدة عائشة تقول لسيدنا النبي يعني أنت رجلك تعبوك ورجلك ورم، يعني أنت رسول الله الممجد، أنت أحب الخلق إلى الله، أنت السيد، بل أنت سيد السادات، وأنت أقرب الخلق إلى الله، وأنت المعصوم، وأنت المغفور لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وأنت. قال لها أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني ربنا اداني الحاجات دي كلها حتى من باب الأدب إن أنا أكون عبد شاكر. يا كل المواصفات دي، وسيدنا النبي يحرص على القيام بين يدي الله الليل كله ورجليه تتورم واللي في الآخر يقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ طب يعني ده احنا اللي يكرم ربنا وخلوه يصلي إمام مرة عايز يطلع يمشي على رؤوس العباد، واللي يكرم ربنا وأذن مرة خلاص أتى الجوزاء
واللي طلع له صدقه في يوم من الايام يوه يا ما عملنا وسوينا ويحلف. ايه يا عمي تسال الله القبول، الامر ابسط من كده. وتروح فين فوله ببطن غوله. واللي بتعمل انت من اللي بيعملوه اسيادنا، واللي عملوه اسيادنا ايه اللي عملوه من الكبار الكمل، واللي عملوه الكبار الكمل يكون ايه بالنسبه للانبياء، واللي عملوه الانبياء يكون ايه بالنسبه لرسل الله، واللي عملوه رسل الله يكون ايه بالنسبه للخليل ابراهيم، واللي عمل الخليل ابراهيم يكون ايه بالنسبه لسيد ولد ادم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول لك والله انا تعبان. طب ما سيدنا النبي تعب. والله انا فلسان. ابويا يوم حلو يوم مر، يوم فيه ويوم ما فيش، يوم يسر يوم ما يسر. دي سنه الله في الخلق. ايه المشكله؟ اصلا قالوا لي عندك عمليه. وايه عمليه؟ سيدنا النبي اصيب بالحمى، ما كانش فيه براشيم ولا تحليلات ولا كشوفات ولا مسكنات ولا علاجات كان كل اللي يقدروا يعملوه ايه؟ يبلوا له المنديل ويربطوه لي على راسه. ايش؟ عشان الصداع يسكن وزي الكمادات كده. وعشان خاطر درجه الحراره بتاعت الجسد النبوي الشريف تخف شويه. في الاخر قال اهرق عليه 7 قرب من 7 ابار شتى لعلها تطفئ نار الحمى. ولما سمع المرأة زمان وهي عندها حالة من الحمى بتسب الحمى قال لا تسب الحمى، ربنا يرفع بها الأجر ويغفر بها الذنب. ده أنت كل ما تمرض يبقى نصيبك عند ربنا كتير، يبقى ده خير بس مع الحمد. إنما ساخط، إنما رافض، إنما مشكك، إنما مزعج، احمد ربنا. هنحمد على إيه؟ لا إله إلا الله. اصبر، اصبرنا بما فيه الكفاية. يا عمي طب هدي، ما نقدرش نهدي. والله شايف الدنيا كلها زي خرم الإبرة قدام. طب أنت معركتك مع مين؟ أنت معركتك مع مين؟ لكن لكم أصحاب السكينة بيبقى عنده مشكلة ليس لها تشخيص، مش علاج. الدكاترة احتارت تسميه إيه المرض ده؟ زي حكاية الذئبة الحمراء. ده عجز طيب، هو أي كلام. ما زمان الجماعة اللي راحوا استراليا أول ما نزلوا في استراليا مشوا في الغابات، غابات وبحار وما فيش بني آدمين إلا قليل. فواحد شاف حيوان اسمه الكنجرو اللي بيشيل ولده في كيس جواه ده، اسمه الكنجرو. فبيقول له الحيوان الحلو ده اسمه ايه؟ الراجل ده من سكان استراليا البدائيين الأولين خالص. فقال له ده؟ قال له وقال له كنجرو. قال يا سلام على الكنجرو ده، حاجه حلوه خالص، بسم الله ما شاء الله. كل اللي يسال عليه يقول له ايه ده؟ يقول له اسمه الكنجرو. بعد 120 سنه 130 سنه اكتشفوا ان الراجل اللي سالوه عن الحيوان قال انا ما نعرفش اسمه ايه، لكن رد باللغه المحليه بتاعتهم هم. ايه ده؟ قال لهم كنجرو، ما نعرفش. هم افتكروه يقول على اسمه، قالوا كنجرو، واعتمد الى وقتنا هذا. وتلاقيه في الكتب والمجلات والناس كلها تقول ايه؟ الكنجرو، لكن ما اسمهاش الكنجرو. ده كلمة الكنجرو بالنسبة للغة الاسترالية المحلية معناها لا أفهم أو لا أعرف أو لا أعي كده. وكل عند العرب سبوه. سبحان الله كده الصورة كده. لكن المسلم على درجة من المعرفة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب أنا عايز نعبد ربنا، الأول تعرف ربنا وتشوف الوحي وتشوف إيه المطلوب. مش الجماعة بيقولوا يا رسول الله سألنا الإمام علي فرد علينا بإجابة غريبة، نقول له يا إمام كيف عرفت ربك؟ قال عرفت ربي بربي. عرفت ربك بربك؟ قال نعم، ولولا ربي ما عرفت ربي. طب وما فايدة سيدنا النبي إيه؟ ليه ربنا بعث الأنبياء والرسل؟ قال ليعلمونا ما مراد الله منا، ليبلغونا ما افترضه الله عليه. ولذلك سيدنا النبي قال ايه؟ قال صلوا كما رأيتموني أصلي. هل في صلاة قبل سيدنا النبي؟ ايوه كانت في الصلاة الإبراهيمية. امال ليلة الإسراء والمعراج لما صلى بالأنبياء والرسل
طب ده لسه الصلاة هتتفرض فوق في المعراج، هو لسه على الأرض في الإسراء، أمال صلوا إيه ولسه الصلاة ما اتفرضتش؟ دي اسمها الصلاة الإبراهيمية. يعني في صلاة قبل سيدنا النبي فيه، لكن صلاة تختلف. إحنا عندنا صبح وعندنا ظهر وعندنا عصر وعندنا مغرب وعندنا عشاء وعندنا سنن وعندنا رواتب وعندنا رغائب وقبلية وبعدية كده. صلوا كما رأيتموني أصلي. ويوم ما حجة الوداع قال ايه؟ قال خذوا عني مناسككم. احنا وقت نوقف قبل الكعبة ونقول اللهم عمرة اللهم حجة، وفي 7 ثم يذهب يصلي في مقام إبراهيم ركعتين والسعي بين الصفا والمروة، ثم يعود فيشرب من زمزم ويتضلع منها، ثم يذهب ليحلق. دي مناسك العمر. إنما في الحج عرفة ده فيه يوم للتروية، وفيه مبيت بمنى، وفيه مبيت بالمزدلفة، وفيه يوم النحر، وفيه بعد النحر ترمي الجمرات، وفيه رمي تاني يوم وثالث يوم في أيام التشريق وطواف الإفاضة وطواف الوداع. موضوع كبير. طب مين اللي علم للناس؟ سيدنا النبي. طب وهو في القرآن فيه إيه؟ وأتموا الحج والعمرة لله. طب ربنا أمر بكده قال تمموه. طب نتمموه من بنات أفكارنا احنا، كل واحد يعمل نفسه فيه؟ لا، عايزين دليل. مين الدليل؟ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم. عشان كده فكلام الإمام علي ده كلام أسيادنا. يا إمام كيف عرفت ربك؟ قال عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. أمال فايدة سيدنا النبي إيه يا علي؟ قال لهم عرفني مراد ربي مني. إيه اللي عايزة مني ربي؟ مش في حاجات لازم تعملها؟ أي سيدنا النبي قال لي 1 2 3 4 5، وفي حاجات ما نقربش عليها نجتنبها نبعد عنها نفر منها. 1 2 3 4 5 6 كده يعني. ولذلك الدين كله فين؟ قالوا أن يجدك الله حيث أمرك، وأقيموا الصلاة تبقى أنت من ضمن اللي يصلي، وآتوا الزكاة عندك النصاب تزكي كده. سبحان الله. وليطوفوا بالبيت العتيق تأدي العمرة أو الحاج. طيب وأن يفتقدك الله حيث نهاك. قال ولا تقربوا الزنا. خلاص. قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان اللي يصلح به، ولا نقربش عليه ولا ندخلش فيه. قال ويل للمطففين، وأنا فاتح دكان وصاحب محل وهنوزن للناس ولا خضري ولا فكهاني. نوزن صح والميزان يبقى مظبوط، مش نفرح بالمكسب ونسدد الفاتورة في الآخر. دين يا اخوانا، الدين ده شرع وسنة. وهكذا وهكذا. موضوع الصيام وفقه الصيام واسع شوي، فإن شاء الله كل يوم كده كلما قدر الله لنا نعرج على شيء منه. صيامنا عند الله مقبولة. اللهم اقبل منا صيامنا، اللهم اقبل منا صلاتنا، اللهم اقبل منا زكاتنا، اللهم اقبل منا إخلاصنا، اللهم اقبل منا قراءتنا. يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم لا تشقنا ولا تشق بنا ولا تجعلنا سببا لمن شقى. عافنا واعف عنا، اغفر لنا وارحمنا، اقبلنا ولا تطردنا، أكرمنا ولا تحرمنا، وفقنا لما تحب وترضى. سر بأعمالنا قلب نبينا، أسعد بإخلاصنا فؤاد حبيبنا. نسألك الستر والقبول، نسألك الستر والقبول. اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولآبائنا ولأمهاتنا ولعلمائنا وللذين سبقونا إليك، وكل من وصى وكل من ارتقى وكل من سبق. يا حنان يا منان عوض على إخواننا المحرومين. بارك في إخواننا وأخلف على المنفقين. بارك في كل من سعى وجاهد ولبى واستجاب، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا يا مولانا كما وعدتنا. اللهم صل على النبي وآله عدد كمال الله وكما يليق بكماله، والحمد لله رب العالمين.